السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. ورأينا المسرحية الرياضية الكروية المغربية في ليلة رمضانية. مسرحية رديئة الإخراج. كان الحكم جيد، هو المخرج وإنتاج من لجنة التحكيم والعصبة الاحترافية. الوداد ليس لها أي مشكل في هذه المباراة. الوداد أتت، قامت بمباراتها، حصلت على التعادل في آخر دقيقة، هنيئا لهم بتلك النقطة. الأسف هو على على الحكم جيد الذي ارتكب أخطاء كارثية، وهو الذي كنا نقول على أنه أحسن مدرب، ما أحسن حكم مغربي بإمكانه إخراج مباراة ديربي بتلك الحزازيات التي تلقى بظلالها على هذه المباراة. ولكن للأسف الشديد ارتكب أخطاء كارثية، وهي تنم على أن هناك ضغينة. ليست أخطاء عادية بإمكان أي حكم أن يرتكبها في المباراة، ولكن أخطاء تكون من طرف واحد، فهنا علامة الاستفهام. أنا أقول على أن فريق رجاء البيضاوي يجب أن يقوم بأمر للجنة التحكيم المغربية على أنه لن يجري أي مباراة يتم إشراف التحكيم من طرف جيد عليها. أي مباراة سيكون فيها حكم جيد نحن لسنا ملتزمون بها، وليس لنا أي نية في إجرائها. يجب تغيير الحكم وإلا نحن منسحبون. هذا الحكم لن يقوم بإجراء أي مباراة لفريق رجاء البيضاوي، لأن فقدت فيه الثقة التي كانت لديه، كأنه حكم نزيه وحكم يجب أن يكون على نفس المسافة من الخصمين، وأن يقوم بإجراء مباراة. إن ارتكب خطأ أو اثنين في المباراة لا يؤثر على النتيجة، فهذا أمر عادي جدا، جميع الحكام يقومون بذلك. أما أن تقوم بأخطاء التي تؤدي إلى تغيير في النتيجة، فهذا أمر خاطئ جدا. على الأقل هناك طردين لفريق الوداد البيضاوي، وطردين بإمكانهم أن يغيروا النتيجة بشكل كبير جدا. أما الأخطاء التي تكون في وسط الميدان وأخطاء ديال إنذارات غير مجانية لبعض لاعبي الرجاء البيضاوي، على غرار أهولو لاعب خط وسط فريق الرجاء، وعلى غرار الخطأ الذي احتسبه ضد خاب ولم يحتسب إنذار ضد الداودي الذي كان هو السباق إلى العزف على رجل اللاعب خاب. وخطأ ثاني في آخر الأنفاس المباراة حينما كانت الكرة في الركنية لفريق الرجاء البيضاوي، وكان خاب يريد إضاعة الوقت، وهذا أمر سيء. لا أحبذ هذه الحركات من اللاعبين. الجمهور يأتي إلى الملعب ليشاهد المباراة، وليس لمشاهدة لاعب يقوم بأشياء تافهة. ذكرتني بمن حليب عندما رفع رأسه للنظر إلى الشاشة الإلكترونية وتسبب في هدف عكسي وخسارة فريق الرجاء للقب السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري. نفس الخطأ ارتكبه خابة في الركنية، ولكن الحكم أعلن عن خطأ للوداد. ليس هناك أي خطأ، اللاعب محتفظ بالكرة بين قدميه، فبإمكانه أن يحتفظ بها إلى نهاية المباراة. ولكن يأتي الحكم ويقوم بإعلام خطأ للوداد. الوداد كما قلنا ليس له أي مشكل في هذه المباراة. المشكل الكبير هو للحكم جيد الذي ربما أساء إلى الكرة المغربية، أو كيف تسيء إلى الكرة المغربية في 90 دقيقة. جميع القنوات تناقلت هذه الفضيحة التي ردتنا سنوات أخرى إلى الوراء. حينما كنا ننظر إلى الأمام أرجعنا ننظر إلى الخلف. هذه الأشياء لن تساعد في تطوير الكرة المغربية. هذا الحكم لن يساعد في الارتقاء بمستوى البطولة. على غرار باقي الحكام ليس لديهم أي مستوى بإمكانهم إخراج مباراة كبيرة. والدليل على ذلك هو أنهم لا يحكمون في كأس العالم. لم نرى أي حكم مغربي في كأس العالم، باستثناء تدخل القجاع وجعل هذا السجيد في حكم الفار في مباراة تافهة. على الأقل حكم قطري وأجرى مباراة ترتيبية على غرار جيد، لم يجري أي شيء، بل ذهب لتمثيل الكوطة الإفريقية في التحكيم في المونديال العالمي. للأسف الشديد بعض الحكام ليست هناك نقص في التجربة أو نقص في الخبرة صحيح، ولكن هناك أشياء ربما تحز على النفس على أنها يريدون القيام بها بشكل متعمد. وهذه هي الكارثة. وربما كانت تقوم أشياء لا قدر الله في الملعب خطيرة جدا للجمهور الذي حس بفريقه أنه ظلم. ولكن الحمد لله خرجت الأمور على ما يرام. أن يأتي حكم في آخر المباراة ويقوم بإخراج الورقة الحمراء وإمساكها في يده، ويقول للاعبين تعالوا
تعالوا وبنظرة تنم عن كراهية، تعالوا لكي أفرق عليكم هذه البطائق. واللاعبين لم يقوموا بأي شيء يستدعي ذلك. هذه الأشياء ربما إذا بقي هذا الحكم لم يعاقب، فهناك ربما أشياء يقام بها على أنها يريدون القيام بها وليست وقعت فجأة. نتمنى أن يكون السجيد تعلم من هذه الدرس، من هذا الخطأ، على أنه يجب أن لا يظلم أي أحد. إجراء مباراة، إعطاء لكل حق حقه، وإخراج المباراة بسلام. أما الديربي فالديربي من أوله ارتكبت أخطاء بغياب جماهير الوداد، بالرفع في ثمن التذاكر، بما قام به إخراج جيد للمباراة، وكل شيء كان مدمر في هذا الديربي. ومباراة للنسيان كما نقولون. كان مستوى ممتاز شيئا ما لفريق الرجاء البيضاوي. بولكسوت ارتكب خطأ جسيم حينما لم يستغل تلك الفرصة التي كان له حظوظ كبيرة، انفراد مع الحارس لتسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة. ولكن للأسف اللاعبي البطولة المغربية ينقصهم أشياء كثيرة في التكوين، وأشياء كثيرة حينما ينفردون بالحارس. 70-80% من المحاولات التي ينفرد بها اللاعب مع الحارس يقوم بإضاعتها. هذه أشياء خطيرة للمهاجمين المغاربة. على عكس الدوريات الأوروبية، خطأ واحد في الدفاع هدف لا محالة، ولكن هنا أشياء ربما في التكوين تطغى على ذلك. نعود إلى المباراة والحكم جيد. أظن على أن فريق الرجاء البيضاوي يجب أن يكون هناك قرار شديد اللهجة على أنهم لم فقدوا الثقة في هذا الحكم، ولن يجري أي مباراة يقوم بإدارتها. وحين ذاك لنرى أين ستذهب الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله.